نظام بطولة كأس إفريقيا تحت 23 سنة. وما هي المراكز التي ستتأهل إلى الأولمبياد؟ يحتضن المغرب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة. البطولة تعرف مشاركة 8 منتخبات، ستكون مقسمة إلى مجموعتين. تضم المجموعة الأولى كل من المغرب، غانا، غينيا والكونغو، بينما المجموعة الثانية تضم مصر، مالي، الغابون والنيجر. يتأهل من كل مجموعة المحتل المركز الأول والثاني إلى نصف النهائي. الفائزين في مباراة النصف يتأهلان لنهائي الكأس، ويتأهلان مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. أما المنتخبات التي خسرت في نصف النهائي ستلعب مباراة تحديد المركز الثالث، المركز المؤهل إلى الأولمبياد، بينما الخاسر في مباراة الترتيب سيتوجب عليه لعب الملحق مع رابع قارة آسيا والفوز لضمان بطاقة التأهل للأولمبياد.